السلام عليكم ورحمه الله. كنستغرب ملي كنشوف شي ناس لاباس عليهم والثروه ديالهم كيتضرب بها المثل وخاشين راسهم في السياسه، زعما تكون عندهم النيه واليقين في اصلاح الوضع المهمش في البلاد. مثلا اخنوش فلوسو الا شعلنا فيهم العافيه راه ممكن يذوب القطب الشمالي والجنوبي بكثره الاوراق والارقام الماليه اللي وصل لها، ورغم ذلك خاشي راسو في السياسه طمعا في مضاعفه الثروه ديالو اضعافا مضاعفه. يقدر يكون ناوي مسكين يذوب ذاك الكوكب المتجمد نبتون. ولكن عندي واحد السؤال، واش ممكن السي عزيز اخنوس كانت عنده النيه باش يخدم البلاد، غير مسكين اللي سوء الحظ ديالو جات فيه كورونا وحرب روسيا واوكرانيا، وهادشي هو اللي تسبب ليه في التضخم وغلاء الاسعار في المغرب. ولكن علاش الثروه ديالو تضاعفت من بعد رئاسه الحكومه ديالو؟ وجعلنا من المغرب اول دوله اجتماعيه في القاره الافريقيه. عملنا لا سيونس مالادي اوبليغاتوار 950 مليون 9 مليار و500 مليون ديال الدرهم وتسيت أربعة سلوبية. جريدة أمريكية معروفة نشرت مقال على السي عزيز أخنوش بلا الثروة ديالو تضاعفت في 2022، يعني في بداية الفترة الرئاسية ديالو وفي عز فيروس كورونا والمشاكل اللي عاشهم المغرب. ملي كان بنادم كيخسر فلوسه كان السي عزيز أخنوش كيدير الفلوس، والثروة ديالو فاتت 2 المليار ديال الدولار أمريكي، وهذا الشيء غير في 2022. يعني يعلم الله شحال واصله لحد الآن، واللي عنده شي معلومة يفيدنا بها. الحصول اللي تيق بلا كاينه النية ديال الإصلاح وحب الوطن وديك الهضره الخاويه ديالهم اللي كيضلوا ينبحوا بها راه مازال نيه ولا كيحلم. مصادر ومعطيات كتاكد بلا التضخم اللي عرفوا المغرب مؤخرا السبب الرئيسي ديالو داخلي وماشي خارجي كيف ما كيوهمونا، بسبب سوء التدبير والاختلاسات وفشل المخطط المغربي الاخضر اللي تخسرت عليه زباله ديال الفلوس، واللي من بعد ولا اصفر وقريب يولي اسود. وبعد مرور ازيد من 10 سنوات على اطلاق المخطط منجزاته بلغت الطموح المسطى وحققت الأهداف المنتظرة منه بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة. هذه الحكومة أو الحزب اللي جام هذا الرباعة ديال البواندية قبل الانتخابات وعدونا ب 2500 درهم لكل مواطن في آخر الولاية ديالهم. حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه، الا ما قبضتهاش من هنا 2026 يجري علينا بالشهر. اقول للسي العالمي اولا سير خلص غير الضرائب ديالك هي الاولى. واحنا وصلنا للسنه الاخيره من الولايه ديالهم ومازال كنشوفوا مغربنا الحبيب غادي في الخسران يوم من بعد يوم، وحنا كنشوفوا وما قادرين نديروا والو للاسف. هذا الحزب اللي معروف عليه حزب رجال الاعمال، الناس النخبه والبرجوازيه كيف ما كيوصفوهم، هدفهم الوحيد هو الاستغلال الفرص باش يزيدوا يطوروا من المشاريع ديالهم. داكشي علاش نقصوا الضرائب على الشركات الكبرى اللي من بينهم الشركات ديالهم وديال عزيز اخنوس، وزادوا الضرائب على الشركات الصغرى، الشركات ديال ولاد الشعب. قديت نعاود نفكر حلوا هذا، ولكن هذه الضرائب اللي كاينه بهذا المستوى ديال ارتفاع الاسعار محال واش نقدر نستمر. الشركات الكبرى نقولوا كانوا تيخلصوا 31%، غدا بحكم هذا القانون غادي يبداو يخلصوا 20%. السعر الضريبي ديال الكبار نزل من 31 ل 20. مزيان. انا الناس الصغار هادو اليوم كيخلصوا 10%، دابا هادو من 10% غينتقلوا ل 20%. باش يبين لك بانه هذه بكل صراحه حكومه اولا الهاجس الاول ديالها هي انها دير هدايا ضريبيه بالنسبه دابا المشكل اللي غادي يوقع ملي غادي تجي الحكومه الجايه غادي تلقى المبرر وغادي تقول لك اسيدي حنا يلا كنصلحوا داك الشيء اللي خلات حكومه اخنوش، كيف ما حكومه اخنوش مسكينه كتصلح داك الشيء اللي خلات حكومه بن كيران وسعد الدين العثماني، وغنبقاو غاديين بهذا الريتم والشعب كيغرق. والمشكل الاكبر واللي ما بغيتش حتى نفكر فيه هو الى هذه الحكومه هذه خدات الولايات الثانيه، واخا ما كنظنش حيت حتى شي مغربي ما بقات عنده ذره من الامل في هذه الحكومه من غير ولادهم وحبابهم اللي اكيد هما المستفيدين الاكبر. ولكن انا باكر لي هذاك مول النعناع يعطاف الله يجازيه بخير، احسن لي من هذاك الشيء كله. حشمت نقول واحد الكلمه في نهايه هذه الحلقه، والله الا ما حشمت بالله.